عاجل هام لجميع المغاربة. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يضغط على إلياس بن صغير لتغيير جنسيته وحمل قميص ديوك رغم مشاركته مع المغرب. لنشاهد التفاصيل، ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فرحا بتمثيل إلياس بن صغير للمنتخب المغربي، اضغط زر الإعجاب للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. يواصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ضغوطاته على الدولي المغربي إلياس بن صغير لاعب موناكو لحمل قميص ديوك عوض المغرب. وحسب موقع فوش ميركاتو الفرنسي، فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا يزال يحاول إقناع إلياس بن صغير بتمثيل الديوك وتغيير رأيه بهدف الاستفادة منه مستقبلا. وأضاف الموقع أن الاتحاد الفرنسي لن يستوعب خسارة إلياس بن صغير وسينتظر يونيو المقبل، حيث في حال شارك في المباراتان الرسميتان مع المغرب سيكون تغيير الجنسية الرياضية مستحيلا. وكان اللاعب المغربي البالغ من العمر 19 سنة قد أكد في تصريح صحفي وقال: قمت بهذا الاختيار بناء على جذوري، حيث أن والدي مغربيان، وهو الأمر الذي جعل القرار أكثر أهمية وعمقا بالنسبة لي. ويشار إلى أن إلياس بن صغير سبق له أن حمل قميص المنتخب الفرنسي على مستوى المنتخبات والفئات السنية لأقل من 19 سنة.